النهارده هنعمل مع بعض صينية المشاوي، وهنعمل صينية لمة العيلة، هنعمل أحلى عزومة بكميات قليلة من اللحمة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة. أول حاجة في وصفتنا هنجيب 3 بصلات وسط أو بصلتين كبار، وواحدة فلفل رومي أحمر و2 فلفل رومي أخضر. هنفرمهم كويس، نصفيهم كويس، وبعدين نضيفهم على اللحمة المفرومة. أنا هنا مستخدمة 1.4 كيلو من اللحمة المفرومة. هنضيف عليها قطعة من اللي هي المفرومة أو نسبة من الدسم، ونضيف عليها التوابل، معلقة كبيرة من الملح ونظبط الملح كويس، ومعلقة كبيرة من الفلفل الأسود، ومعلقتين كبار من بهارات اللحمة أو بهارات الكفتة أو ال7 بهارات المتوفر بالنسبة لكم، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من النشا عشان تسحب أي سوائل، وصباع الكفتة في نفس الوقت ما يكشش مننا. ونغطيها بالاسترتش ونحطها في التلاجة ليلة كاملة. أنا هنا مستخدمة 1 كيلو من اللحمة من العرق الفليتو، من احسن الحتت لشوي اللحمه. ونحط اللحمه في الفريزر تتجمد نص تجميده عشان نقطع الشرايح بسهوله، وتكون الشريحه مقاسها سنتي عشان ما تنشفش مننا في الشوي. بعد كده هنجيب ميه البصل اللي احنا صفيناه، هنضيف عليه معلقه كبيره من الملح ومعلقه كبيره من الفلفل الاسود ومعلقتين كبار من بهارات اللحمه ومعلقه كبيره من الكزبره وكوبايه من اللبن الرايب. ونقلب كل المكونات وننزل بشرايح اللحمه في التتبيله، ونتاكد ان التتبيله مغطيه كل شرايح اللحمه، ونغطيها بالاسترتش ونحطها في التلاجة ليله كامله. واحنا بنعمل كل التتبيلات المشاوي في وقت واحد. حاجه انا هنا جايبه 1 كيلو من الكبده، بعد ما حطيته في الفريزر اتجمد نص تجميده. بعد كده هبتدي اشيل الطبقه الشفافه اللي بتبقى موجوده فوق الكبده، وبعدين قطعته شرايح متساويه بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. خطوه مهمه قبل ما نقطع اللحمه والكبده ان احنا نحطهم في الفريزر يتجمدوا نص تجميد عشان تبقى سهله في التقطيع وتطلع الشرايح متساويه معانا. بعد كده هنجهز التتبيله اللي هنضيفها على الكبده: نص كوبايه من الخل، نص كوبايه لكوبايه من اللبن الرايب، معلقه كبيره من الكزبره والملح والفلفل الاسود والكمون، معلقتين من بهارات الكبده، من 6 ل7 فصوص ثوم مهروسين، وواحد فلفل حار مهروس بس بيدي طعم حلو قوي للكبده، وقطعه من اللي هي مفرومه او نسبه من الدسم. نقلب كل المكونات وبعدين نضيف شرايح الكبده، وما نضيفش شرايح الكبده كلها مره واحده، هنضيف شرايح ونقلب وبعدين نضيف بقيه شرايح الكبده، ونقلبها كويس عشان الكبده تاخد من التتبيله ومن نسبه الدسم اللي احنا ضفناها عشان تبقى طريه واحنا بنشويها. وانا هنا ما ضفتش ميه بصل، بس اللبن الرايب مع الدسم هيدي نتيجه هايله في الشوي. ونحط شويه من اللبن الرايب ونغطيها بالاسترتش ونحطها في التلاجة قبل ما نشوي ليله كامله. تاني يوم بعد ما حطينا كل التتبيلات في التلاجة هنجيب منديل الطرب بتاعنا ونبتدي نشيل كل التكتلات اللي موجوده ونحتفظ بيها عشان هنستخدمها بعد كده في فرم الكفته. الأحسن في منديل الطرب إن لما تيجوا تقطعوه تخلوا طرف أعرض من طرف عشان لما تحطوا اللحمة المفرومة تعرفوا تقفلوا عليه من الجنبين زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين تلفوا المنديل. أنا هنا عاملة معاكم طريقتين في لف الطرب. ممكن هنا تقطعوه قطع صغيرة وتحطوه في السيخ وتشوه على الشواية بالشكل ده، ونجيب منديل الطرب ونقطعه كذا جزء ونخلي جزء أعرض من جزء، ونحط اللحمة المفرومة ونقفل عليها من ناحيتين عشان ما تخرجش اللحمة المفرومة منه، ونلف بالظبط زي ما احنا بنلف صباع المحشي، ونخلي كل قطعة لوحدها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنعمل من الحواوشي، هنجيب العيش وهنحط فيه اللحمة وهندهن العيش بالسمنة من فوق ومن تحت، وانا عملت معاكم فيديو للحواوشي قبل كده وهنزله لكم. كده اللحمة اللي احنا تبلناها عملنا منها الطرب والحواوشي، وهنعمل منها الكفتة، عملنا منها كذا حاجة بكل سهولة. بعد كده هنجيب بقية اللحمة ونديها ضربة في الكبة عشان عايزينها تنعم والأنسجة تكون متداخلة معانا وتكون ناعمة زي ما انتوا شايفين كده عشان تبقى الكفتة ناجحة معانا. وقبل ما نصبع الكفتة نحط ايدينا في مية البصل فيها ملح وفلفل ومعلقة من الزيت، ونبتدي نصبع صباع الكفتة على السيخ ونقفل عليه من فوق ومن تحت عشان صباع الكفتة ما يفكش مننا. بعد كده هنشوي كل المشاوي اللي احنا تبلناها. هنجيب الشواية بتاعتنا ونحط فيها الفحم، واستخدمت المروحة وبتساعد قوي في توزيع الهواء، وشويت اللحمة والكبدة والحواوشي مرة واحدة، ولازم نقلب كل شوية لغاية لما الحاجة تستوي. بعد كده هنبعد المروحة ونسوي الكفتة والطرب على الهادي عشان يستووا من بره ومن جوه، ونقلبهم كل شوية. معلومة مهمة: أي حاجة تشوها تغطوها على طول عشان ما تنشفش منكم وتفضل طرية. لما خلصنا شوي رصينا الصينية بتاعتنا وطلع الكفتة معانا متماسكة ومستوية من جوه، والكبدة دايبة بالتتبيلة الرهيبة اللي احنا عملناها، واللحمة مفيش قطرة من كده. هتعملوا أحلى صينية مشاوي، جربوها وبالهنا والشفا.